مساء الفل على الغاليين أصدقائنا من كل أنحاء الجمهورية. يوم تاريخي وفرحة تاريخية، يعني مش عارف أعبر عن كم الفرحة اللي جوايا بدكتور كرولوس نوناي يعقوب، التاني مقرر على الثانوية العامة، محدش يقول الرابع. كرولوس جايب 402، الأول جايب 403، ففي أول وأول مقرر وتاني، وهو التاني مقرر من حيث المجموع. أما من حيث عدد الأسماء فهم كاتبين الرابع، لكن من حيث المجموع التاني مقرر. وفرحتي الكبيرة دكتور كرولوس يتحدى الفيزياء 60 من 60 في الفيزياء. ويعني لسه بحكي له نشكر ربنا، عدد كبير من طلابنا من اصحابه يعني سواء من بلده او من بره، يعني من المنيا او من بره المنيا، جايبين 60 من 60 فيزياء. حاجه خلتني في منتهى السعاده. النهارده فيديو من جزئين. الجزء الثاني من الفيديو مفاجاه كبيره محضرينها لدكتور كرولوس، فخر المنيا كلها. معلش بقى يعني طلاب الجمهوريه يعني يفهموا، المنيا ليها حته في قلبي، والراجل ده الوحيد من المنيا اللي طلع اوائل الجمهوريه، فدي مفاجاه كبيره جدا جدا جدا. والجزء الاول انا حابب ان هو يتكلم باستفاضه مع الدفعه اللي جايه 2024. وعاوز اقول قبل ما هو يتكلم ان مش معنى ان احنا بنكرم دكتور كرولوس او الاوائل ان احنا ناسيين باقي الدفعه. كل الدفعه تعبت، وكل تعب يقدر، وكل حد فيهم تعبه غالي عندنا كلنا. ان كنا بنكرم دكتور كرولوس فده لسببين: اولا وفاء بالوعد، وعدنا ودلوقتي بنوفي. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا جدا جدا، وجود دكتور كرولوس وتكريمه بيشجع الدفعه اللي جايه انها تكون زيه وتاخده نموذج. جه الوقت اللي احنا هنتكلم فيه مع دكتور كرولوس. فخور جدا 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 وفرحان جدا ان انا قاعد معاك النهارده. يعني فرحان ان انت كنت من طلابنا، يعني طالب معايا من اول السنه. انا من اول يوم في السنه الحمد لله الى اخر يوم، منتهى الالتزام، منتهى الانضباط في كل الامتحانات. فرحتي بيك ما تتوصفش يا كيرو، صدقني بجد. يعني يا دكتور كفايه ان انا قابلت حضرتك، ودي شرف في الدنيا كلها عندي بصراحه. ربنا يخليك، ده شرف ليا. شرف ليا انا يا دكتور. ربنا يخليك يا كيرو. اول حاجه نفسي اسالك عليها، تعالوا ناخد من الاخر للاول. يعني اخد من الاخر مكالمه سياده الوزير. يعني انت كنت بتعمل ايه ساعتها، وحصل ايه وقتها، وعملت ايه بعدها؟ يعني هاخد من اخر السنه يبقى كده. طبعا النهارده يبقى في نصايح مهمه جدا ل 2024، لكن كلمنا عن اللحظه دي وبعد كده نتكلم في النصايح والسنه وذاكرت ازاي وعملت ايه. هو انا في الاول كنت بتفرج على ماتش الاهلي عادي، ففي رقم غريب اتصل بيا، رديت، قال لي سياده الوزير هيكلمك. فسياده الوزير كلمني وقال لي انت كرولوس، انت من ال10 الاوائل. فانا ما كنتش مصدق بصراحه من الصدمه. كان جسمي كله بيرعش. فقلت له بجد انت مين؟ يعني اللي هو كنت بامانه انت كنت مستغرب من الموضوع. بتقول له بامانه انت الوزير؟ كده قال لي ان هو سياده الوزير وان انا من ال10 الاوائل ومبروك شرفت محافظه المنيا. بس بعد كده عملت ايه بعدها؟ يعني بعد ما عرفت الخبر عملت ايه الحاجه اللي عملتها بعد ما سمعت خبر عظيم زي ده؟ وانا دخلت ما كانش حد مصدقني، كانت اختي بس في البيت. فرن طبعا على والدي ووالدتي واخوالي وعمامي، محدش كان مصدقني. فانا سبتهم هم يتاكدوا ورحت لعبت بلاي ستيشن. يعني كلمت الوزير وبعد كده رحت لعبت بلاي ستيشن. يعني الحمد لله. اكشن عالمي يا ابني. شوف يا كيرو بقى، يعني كل الدفعه اللي جايه قاعده بتسمع اللقاء ده علشان يعرفوا اسئله كتير بتدور جواهم. يعني مبدئيا انت فاكر الفيزياء؟ يعني كرشوف بيتحل. قول لي اغنيه كرشوف طيب. ارسم المسار وزع التيار، الله. سميشن بي بتساوي سميشن اي ار. بدأنا الاغنيه دي معلمه، تتنسيش. ربنا يفرحك كده. تعيش يا دكتور. انا اتبسطت بالخبر. يمكن انا من اول الناس اللي سمعوا الخبر، وفي الاول قعدت ابص على الصوره اكتر، اشبه عليك وافتكر اللقاءات المجمعه. طبعا انت معانا على الابلكيشن من اونلاين من اول يوم لاخر السنه، فدي كانت مفرحاني وكنت يعني طاير من الفرحه. بس جه هنا بقى سؤال مهم جدا: الفيزياء بتتقفل. يعني انت جايب 60 من 60 في الفيزياء،
الحمد لله. شوف يعني انت في 3 مواد انا فتحت بيان الدرجات بتاعك، في 3 مواد انت مقفلهم. فرنساوي متقفل، دي لغه تانية ممكن تتقفل. الجيو متقفله، جيولوجيا ينفع تتقفل. لكن تعالى بقى الماده الثالثه اللي انت مقفلها، الفيزياء. دي بعبع الثانويه العامه، دي كارثه يا معلم. انت مقفل فيزياء ازاي؟ قبل ما تحكي عن السنه وازاي نذاكر طول السنه، احكي لي عن الفيزياء. بتذاكرها ازاي؟ كنت محاضراتك بتنتظم عليها ازاي؟ لان كل الناس دي يعني هتبقى معايا السنه الجايه، فانا عايز اعمل ايه؟ عاوز احط سيستم انت اللي تحطه لي، يعملوا 1 2 3. هو انا كنت في الاول بدايه بسمع الشرح، بعد كده حضرتك كنت بتبقى منزل الحل بعدها على طول. دي كانت حاجه كويسه، اللي هو كنت بروح احل واشوف اللي غلطان فيه ارجع اتاكد منه من عند حضرتك واشوف الحل ازاي وطريقه الحل. اهم حاجه طبعا انا كنت بتفرج على طريقه الحل، الافكار اللي كانت متقسمه. ايوه. وهي حاجه حلوه برضو انك حضرتك كنت مقسم لنا الافكار، فكانت بتريحني جامد في الحل. حتى واحده بواحده كنت ابتدي احل كتب اكتر، اشوف من كتب تاني، بحيث ان انا كل ما بتعرض لافكار اكتر حابب بتساعدني ان انا تفتح دماغي على حتت ممكن ما اكونش ان انا كنت واخد بالي منها. حضرتك كنت قلتها بس انا سرحت فيها كده. فاللي هو كتر الحل كان بيفرق معايا جامد طول السنه. كتر الحل، الكلمه واضحه. احنا يعني بنحاول نقسم الدرس الافكار، بس في ناس يقول لك انا عرفت الافكار. لا، احنا عاملين جزء الحل بعديها اللي هو الجزء الكبير. اللي بيهمل ده ما يطلعش اول جمهوريه زي كده، لكن اللي يهتم بده بجزء الحل هو اللي يشوفه اوائل الجمهوريه. بقى عايز اتكلم بسرعه عن روشتة، بما انك خلاص بقيت دكتور. يعني اولا انا فرحان قوي ان بينا تشابهات يعني قبل الروشتة، يعني كرولوس وكرولوس، اهلاوي واهلاوي، يعني انت اهلاوي جدا، فيعني بينا تشابهات كتير قوي. عايز اقول لك عايز روشتة للطلبه اللي داخله جديد. اولا انت عارف ان دخلة ثانويه عامه فيها تنشن كبير قوي. الموضوع بيبدأ برضو لما تسأل حد كان شاطر في السنة اللي جاب لك، أو كان متوقع له حاجة، هو كان عايز حاجة وربنا ما كتبهالوش. فلما بتيجي تسأله هو بيكون عنده يعني خبرة سلبية. أيوة، مشاعر سلبية تجاه ثانوية عامة. لا أنا اتظلمت، لا مش عارف أنا كنت أحسن حاجة أكتر من كده، النظام صعب، ما يجربش، ما تدخلش، الموضوع ملوش لازمه. الموضوع مش كده، لو انت احسن لك لو حد يقول لك كده ما تسمعلوش، او انت لو من النوع اللي هو ما بيتاثرش بالكلام هتفرق معاك جامد في اول السنه. ان لا، الموضوع عادي، انت تبتدي الموضوع من اول السنه. الموضوع بيبقى في الاول واحده واحده بتاخدها، ما بتبتديش يد من اول السنه عشان تقدر تكمل الاخر. وخاصة لو انت واحد زيي، انا كنت اللي هو يعني اللي هو بنام موجود في الملعب، اللي هو الموضوع تحب الكورة. تحب الكورة. الموضوع كان صعب في الاول، بس اللي هو برضو حتى الرياضة عامة فرقت معايا جامد في حتة الالتزام. يعني احنا كان في واحد بيدربنا ببلاش يعني منه، كان عنده كل حاجة، هو عنده شخصية، يعني هو شخصيته قوية شوية. لا والرياضة بتدي التزام، دي الفكرة دي عجبتني. يعني هو ادانا يعني اتعلمنا الالتزام والتقدير عامة في كل حاجة، ان احنا في مواعيد. يعني انت اللي بتأخر 5 دقايق بيدفع 20 جنيه غرامة، اللي بيجيب حيز 50. فاللي هو الموضوع كان بيفرق. لا عايز اسألك طيب على هنبدأ من أول السنة اهو، من أول السنة خالص. طبعا سمعت ان خلي بالك دي سنه مصيريه، دي حياتك كلها واقفه على السنه، ده ياما ناس مش عارف دخلت وايه وحصل ايه يعني سمعت الكلام ده؟ طبعا كل الناس داخله ثالثه ثانوي لازم تسمع الكلام ده. طيب اتعاملت ازاي في كلمتين؟ يعني اتعاملت ازاي؟ في الاول طبعا الموضوع بيبقى مقلق بالنسبه لي شويه، اللي هو انا ممكن ليه؟ يعني ما عدتش كده؟ لا، انا ممكن اكون زيهم، بس انا بعمل اللي عليا وربنا يعني بيحط ايده في الموضوع، ما بيسيبكش. ربنا مش ظالم، مش هيظلم حد. طول ما انت عامل اللي عليك هو هيديك على قد تعبك واكتر بكتير كمان. يعني الحمد لله. دايما بقول ده حتى للطلبه، صدقني، حتى لو طالب جاي لي متضايق من مجموعه، طبعا الطالب اللي فرحان خلاص ويقول لي هو انا ليه اتظلمت؟ اقول له ليه بقيت كده؟
انا عندي يقين بالكلمه اللي قلتها دي. عدل ربنا دي حاجه يعني لازم كلنا نبقى مؤمنين بيها. ربنا عادل، هياخد الفرح في وقت معين وبالطريقه اللي ربنا شايفها مناسبه ليه. ده طبعا. طب عدت اول فتره، دخلت على الدروس، مود الدروس، وده بينزل محاضره وده بينزل محاضره وده بينزل محاضره وده بينزل، حرب المحاضرات دي. نصيحه مبدئيا، هنذاكر ازاي من اول السنه لاخرها في نقاط كده. يعني انا هذاكر ازاي ثانويه عامه؟ انت قلت ان طبعا الحل مهم جدا 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 في كل المواد، مش بس اني ابقى ملم بالدرس، ولا ان ممكن هم مقسمين الدرس افكار، لكن لازم نطبق على الافكار ده ماشي. لكن طريقتك، كميه المحاضرات اللي كانت بتنزل ازاي؟ اول سؤال، ما كنتش بتراكم ازاي؟ كنت عامل جدول ورقه كده بكتب فيها كل المحاضرات اللي كانت عليا ما سمعتهاش، المحاضرات اللي هتنزل في اليوم، كل الكتب مثلا اللي انا عايز احلها، حليت على كام درس، كنت بكتب مقسم دروس، حليت على الدرس دوت من كذا وكذا وتعلم عليه وأعلم عليه من ما اخلصه. وكنت بقسم المحاضرات، كاتب انا عندي محاضره كذا وكذا. عامه انت مش هتقدر تظبط الميعاد بالظبط، اللي هو انا عليها محاضره 3 ساعات هسمعها في 3، دي كانت مستحيله. حتى لو ضربت الحصه في 1:30 او كده مش هتخلص برضه في 3 ساعات، انت ممكن تسمعها في اكتر. حته ما فهمتهاش ترجع تعيدها، ده طبيعي. المحاضره ممكن تكون ساعتين تسمعها في 3-4 ساعات، يعني في محاضرات كانت بتنزل 5-4 ساعات كان ممكن اسمعها في اليوم كله. فاللي هو ده طبيعي، ده مش حاجه وحشه منك، انت كده مش مقصر. انت طالما بتسمع المحاضره وعامل اللي عليك ما تخافش. وبس كل حاجه بخلصها كنت بعلم عليها. الامتحانات يعني طبعا كنت بتنقص، ده طبعا ومعايا كنت بتنقص عشان اللي هينقصوا ما يزعلوش. انا في امتحانات كنت بعدي النص بالعافيه الحمد لله. الحمد لله. في الفيزياء ده طبعا. لا ده طبيعي، يعني ده طبيعي لان احنا بنجيب امتحانات يمكن اصعب، ليفل اصعب من اللي انتوا امتحانوا في اخر السنه، ده طبيعي. لكن ازاي كنت بتتعامل مع درجه امتحان درس انت مش جايب الدرجه الحلوه؟ ازاي كنت بتتعامل مع ده؟ في البدايه طبعا هو انا اول ما بشوف الدرجه طبيعي بتزعل، يعني حاجه طبيعيه من جواك ان هو انا كنت مذاكر وكده. بس عادي اللي هو تبقى فترتها، بس اول ما تشوف الدرجه بس. بعد كده كنت اللي هو بحاول انسي نفسي في اي حاجه وتستفيد من الاخطاء. ايوه كنت بحاول اشوف انا غلطت في ايه، اكتب مثلا انا غلطت في كذا، الحته دي انا ضعيف فيها، حاجه حلوه لان انا كنت بعرف انا ضعيف في ايه الحته اللي ناقصاني. كنت بروح اسمع حته من الشرح التاني، لو انا مش فاهم الشرح، لو انا فاهم الشرح ومش عارف اطبق كنت بروح على الحل اشوف الحل كنت حضرتك بتحل ازاي. وبعد كده كنت بحاول ان انا احل اكتر على الجزئيه دي. فهي حته حلوه ان انا كنت بعرف انا مش كويس في ايه وبحاول احسن نفسي فيه. هنا بقول للدفعه الجديده من خلال كلام دكتور كروز، المثابره للنهايه. هو امتحان جاي فيه درجه مش كويسه، مش هيقول خلاص انا ضايع، يعني بيشوف اخطائه بيدونها زي ما هو بيقول، بيستفيد منها، بيرجع يسمع، ممكن يسمعني في الحل تاني. مش معنى انه رجع يسمع تاني ده مش معناه ان هو حد وحش او ضايع، بالعكس احنا بنتكلم مع نموذج 60 من 60 فيزياء. ده نموذج بقى لكل الاجيال اللي جايه. فهو بيقول انا عادي ممكن ابقى نقصت وارجع اراجع الحل تاني، او اراجع حته من الشرح انا كنت محتاج اراجعها، وده سمة الاوائل. طيب بعد ما اتكلمنا عن المحاضرات والامتحانات، عايز اكلمك على البيت قبل فتره بقى ليالي الامتحان والكلام ده. البيت، وانت بما انك كل بيوت الثانويه العامه في مصر بيعتبروك ابنهم، وجه حاجه بقى للبيوت اولياء الامور اللي ولادهم داخلين ثانويه عامه يتعاملوا ازاي. انا قعدت بصراحه مع باباك، اب عظيم جدا جدا جدا، ده بقى يبقى ليه دور كده في نهايه الفيديو، مش ينفع، مش عايزه دلوقتي، انا عايزه في نهايه الفيديو، لان ده انسان عظيم، اخلاق عاليه جدا جدا جدا، اب يعني يا بختك بيه ويا بخته بيك. لكن تعالى ننده على بابلي وكراس اخواتك. تعالى بابلي الكبير وكراس الصغير. كراس تعالى اقعد هنا.
بابلي تعالى اقعد كده جنب الدكتور هنا. لا هاتولي من هنا، هاتولي جنب اخوه من هنا عشان ده انا تعالى هنا. اعكسه. تعالى هنا. انا سمعت ان انتوا كنتوا عاملين بلاوي سودة مع الدكتور في ايام الامتحانات. انت هادي، انت ودي، انت طيب. انت الراجل ده كان بيسمع التلفزيون صح؟ وجاب لك الطرد، اتطردت من البيت، الدكتور طردكم من البيت صح؟ عشان كان بيسمع التلفزيون. انت كنت بتسمع اللي هو انا عاوز اسال، نبدا بمين؟ نبدا ببابلي الكبير. عايز اسالك فرحتك كانت ازاي لما شفت صورة اخوك ودلوقتي بقى كل القنوات بتصور معاه؟ حسيت بايه؟ فرح. حسيت انك فخور بيه طبعا. انا حاجه كده ما بقولش في الشارع بس. الناس بتسلم عليك، بقيت مشهور بقى في البلد يعني. البلد كلها تسلم عليك دلوقتي. لا كان بيذاكر ازاي؟ يعني ولما كان بيتضايق مثلا لو انتوا فاتحين التلفزيون ومعلين الصوت، كنت بتزعل ولا انت مقدر ان هو يعني فترة صعبة؟ بزعل. بتزعل؟ يعني طب حتى جابني يقول لي كنت مقدر يعني. كنت بتزعل، انت عايز تسمع تلفزيون. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. البيت كله اهلاوي. البيت كله اهلاوي. دي حاجة ده يعني حاجة تفرحني انا. كراس سنة كام؟ تالتة ابتدائي. لما شفت دكتور كرونوس كده بقى حاجة جميلة ومصر كلها بتحتفل بيه. عارف انك كده اكيد زي بابلي فرحت، لكن قلت لنفسك ايه لما تكبر؟ عايز تبقى ايه؟ عايز تبقى زيه؟ ايوه. انت نفسك تطلع ايه اصلا؟ دكتور. دكتور؟ وبابلي نفسك تطلع ايه؟ اه كل البنات هما كانوا برضه صوت التلفزيون ما كانش الحاجه الوحيده، هما كانوا بيتخانقوا كتير. كانوا خانقوا بعض. ايوه هما طول ما هما قاعدين بيتخانقوا. انتوا كلكم اولاد، عندكم بنت. ايوه اعتقد كنت بدرس لها انا. ايوه قبلك بقى، دي اكبر منك يعني. أيوة. كنت بدرس لها اكبر منك. يعني بنت وثلاث اولاد. يا سلام، 3 اولاد ورا بعض يعني. ربنا يستر على البيت. كويس ان البيت سليم. ربنا يفرحكم، فرحان ان انتوا طلعتوا معانا شويه دول. وجهزوا لنا بابا بقى، عشان ايه؟ بابا ده بقى الفاكهه بتاعت البيت. نرجع لموضوع البيت، ويعني نصيحه لكل الاباء والامهات اللي اولادهم داخلين ثانويه عامه. احكي لنا بابا وماما عملوا ايه معاك طول فتره الثانويه العامه، وتنصح ايه لكل الاباء والامهات؟ طبعا هما كانوا طول السنه محدش فيهم كان بيعمل ضغط عليا اكتر من اللي انا كنت فيه. يعني هما شايفين ان انا كنت بعمل اللي عليا طول السنه، فمحدش منهم بصراحه كان بيكلمني. حتى لو كنت بروح يومين في الاسبوع، كنت عامل اللي هي يومين في الاسبوع بروح فيهم حيزين اللي هو الحي ساعتين. يعني بتلعب 4 ساعات في الاسبوع بس باقي الاسبوع لا مذاكره كلها. طيب. فكنت هم محدش فيهم كان بيكلمني، اللي هم عارفين ان انا بعمل اللي عليا طول الوقت، فكانوا سايبيني. ما كانش حد فيهم بيضغطني. مش لازم انك تعمل ستريس زياده على ابنك اكتر من اللي هو فيه. يعني كفايه اللي هو فيه بصراحه. هو يعني كفايه ان هو مضغوط، كفايه ان هو اول مره بيشيل مسؤوليه، وبيشيل مسؤوليه يعني مسؤوليه مبني عليها مستقبله كله. الله عليك. فهو الموضوع بيبقى كبير، يعني لو واحد بيفكر فيها الموضوع بيبقى كبير شخصيا على واحد بس. وبعد كده هو تلقائيا بيبتدي يتعود في اول السنه. بعد كده بيبتدي الموضوع يهدى شويه، فانت ما تزودوش. يعني هو سيبه براحته. هو طالما هو عامل اللي عليه، ما بيضيعش وقت كتير، ما بيلعبش كتير. مش لازم انت تكون ضاغط ليه زياده، تكون حاجه سلبيه عليه. يعني سيبه براحته. دي حاجه بصراحه من دكتور كرونوس بنقولها لكل الاباء والامهات. بلاش الضغط الزياده على اولادنا. يعني ننصحهم ونقول لهم اهميه انه يذاكر اول باول، ونديله الطريقه الصح، لكن بدون ضغط. ولاد كتير بيتعرضوا لضغط صعب بيضيع تركيزهم، بيجوا ايام الامتحانات مش قادرين يدخلوا الامتحان. شوف انا قعدت مع بابا من وراك يعني شويه، ومره كده قدامك. قد كده الانسان ده انسان عظيم جدا 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 جدا. فحبه للناس وكلمته، بقوله هو مش معانا في الاستوديو هنا عشان لما يجي يعني ما بقاش انا يعني بمدحه في وشه، لكن انا بتكلم هو مش موجود في الاستوديو هنا لغايه ما يجي يعني. قد ايه محب للناس، محب للخير، محب للكل. يعني حاجه عظيمه جدا. انا بصراحه انبهرت ببابا. واسمح لي يعني ان انا
الزياره الجايه تبقى عندكم في البيت، ان تشرفنا انا يا محتاج دكتور. اقعد معاه تاني يعني. تشرفنا يا دكتور في أي وقت. عايز اسالك بقى على الاونلاين. انت معانا اونلاين من اول السنه لاخرها، يعني ايه فوائد الاونلاين بالنسبه لك؟ وليه اخترت انك تاخد اونلاين؟ ويعني اديني بقى يعني فكره الاونلاين عموما وخصوصا في ماده زي الفيزياء كان بالنسبه لك مفيد ازاي؟ طبعا هو يبقى مفيد مبدئيا، انه اول حاجه في ان هو كان بيوفر وقت كبير عليا طول السنه. يعني انا بدل ما كنت بنزل مثلا نص ساعه حتى او ساعه رايح وساعه جاي، وقت لللبس، استنيت المدرس اخر شويه بتاع، فانا هو توفير وقت كنت بوفر حوالي 3-4 ساعات في كل حصه في ان انا بسمعها اونلاين. في برضه حته لو انت مش فاهمها، لو حته ما ركزتش فيها سرحت، ممكن ترجعها. ممكن لو الحصه كامله انت سمعتها وعايز تاكد عليها، ممكن تضربها في 2 وتسمع الحصه من اول وجديد. كمان في حاجات في الاونلاين ما كانتش متوفره لو انت سنتر، يعني كتر الحل. الدكتور يعني في المراجعه كان بيحل معانا كتاب الامتحان ونيوتن، كان اللي هو حوالي 4-5 ساعات حل، فاللي هو مستحيل ان دوت يحصل لو كان سنتر بس. لا وعلى سبوره كان استحاله. مستحيل. احل 400 سؤال في حصه ازاي يعني؟ مش عارف. هو طبعا الاونلاين ليه فوائد كتير، وعامة انت بتاخد الاونلاين في توفير الوقت، ده كانت اهم حاجة، انك يعني كل ساعة انت بتوفرها هي بتفيدك في انك بتعمل حاجة تاني. انا كنت سواعي بضعف براكم بسيب الحصص شوية بتاع، بس طول ما انت عندك العزيمة والاصرار، طول ما ربنا معاك طول السنة. يعني انا في حصص كنت اللي هو تنزل فجأة، ما كنتش ببقى عامل حسابها في الجدول، فكان ربنا يعني من عند ربنا ان هو كان بيخلي في حصص تاني تحصل ظروف عند المدرس ما يقدرش ينزلها، يتأخر مثلا في تنزيل الحصة. كانت بتحصل حاجات يعني اللي هو الحمد لله كان ربنا معانا طول السنة، ربنا ما بيسيبش حد. اللي بيدبرها صح. طب عايز اسألك برضو على ايام الامتحانات. انا عرفت كده حاجة غريبة حصلت ليك، ان قبل الامتحان بشهر موبايلك اتكسر. تمام، وابتديت تسمع الحصص على موبايل تاني، على تليفون تاني، فما بقاش بقى عندك لا فيسبوك ولا اي حاجه. ده قبلها بشهر، وربنا كرم قبل اول امتحان العربي جه شويه هوا ومطره عندكم في البلد، خلوا الدش باظ. وطبعا بابا ما صدق قال مش هنصلحه. الواد طبعا عشان اخواتك ما يسمعوش حاجه، صح يا بابلي؟ فالدش باظ، ما بقاش فيه ريسيفر ولا قنوات ولا حاجه خالص. احكي لي يا كيلو عن فتره الامتحانات، ازاي قدرت تتغلب على الاستريس؟ طبعا اكيد في ضغط، اكيد خصوصا اول كام امتحان في خوف. ازاي قدرت تعدي ده امتحان ورا التاني لغايه ما نشكر ربنا بقيت من الاوائل يعني؟ هو الموضوع في الاول كان صعب. في البدايه كان ان انا داخل على امتحانات، انا طول السنه بتعب عشان اللحظه ديت، عشان الشهر دوت. بس بعد كده فكره ان انا كنت عامل اللي عليها طول السنه، ان ربنا انا متاكد ان ربنا مش هيضيع تعبي، فكانت فكره مريحه ليا ان انا عملت اللي عليا، واكيد ربنا مش هيظلمني. يعني هو ربنا في كل الاحوال كان واقف معايا طول السنه، فانا عارف ان ربنا في الفتره ديت هيعمل اللي فيه الخير وهيكون معايا طول الوقت. اللي مركز هو قال ربنا كم مره. يعني كل دي عدد من المرات بيقول ربنا. فاكر احنا بنقول دايما الشعار بتاعنا بربنا ايه؟ بربنا تقدر. بربنا تقدر دي انا بقوله من زمان يعني. هو قال بربنا كذا مره، لانه دي حته دايما بقولها للطلبه، اللي هيتكل على ربنا هيحس بسلام في فتره الامتحانات. فهو مسألته على الامتحانات قال لك ربنا، ففتره الامتحانات محتاجه فعلا اللجوء لربنا. كيرو انا يعني كل فخر بيك على المستوى الانساني وعلى المستوى العلمي، يعني ادب واخلاق وعلم واسره كلها نور. وطبعا انا مستني بقى اللحظه دي ان استاذ يونان يدخل معانا في الفيديو. الحد العظيم اللي بتكلم عنه بقالي كتير في الفيديو، حد عظيم. انا اتشرفت اني قعدت معاه، وافتكر ان الوقت ده انا كسبت شخصيه جميله. هفضل اخد رقمه واكلمه كتير لانه عنده خبرات عظيمه. ويعني انا يعني
بشوقكوا بس هنشوفه دلوقتي يعني. اتفضل يا استاذ جميل. يعني انا برحب بحضرتك جدا 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 جدا، وزي ما حطينا كرولوس نموذج لكل الشباب، فحضرتك نموذج لكل اب بيشجع ابنه. بشهاده كرولوس لسه قايل ان حضرتك ومامته مش عاملين اي ضغط عليه، وده يعني اسلوب تربيه جميل. الله يخليك يا فندم. انتوا بيت جميل طلع لنا انسان جميل، وعشان تطلع ثمار حلوه لازم تكون الجذور جميله وقويه، فانا شايف جذور جميله طلعت لنا احلى ثمار يعني. الله يخليك يا دكتور تعيش. نفسي بقى اسال حضرتك عن طريقه تعاملك مع كيرو، خصوصا حد من الاوائل. بص يا اخي الكرسي مكفينا انا وانت يعني، غلابه قوي احنا يا اخي. يعني الفتره اللي كانت صعبه جدا في الامتحانات، وهو اكيد طبعا كان عايل الهم، وداخل على فتره صعبه وامتحانات وكل اللي تعب فيه طول السنه. ازاي كنت حضرتك ومامته قادرين تتعاملوا معاه؟ وقبل دي هسال حضرتك على حاجه كنا بنتكلم فيها بره. اتفضل. انتوا ازاي بيت جميل كده؟ يعني انتوا ازاي كل كلامكم عن ربنا، كل كلامكم ثقه في ربنا، كل كلامكم كل حاجه حلوه بتنسبوها لربنا مش ليكم، فيعني احكي لي بقى. احكي لك انا، هو بامانه يعني بصدق بكل صدق بكل امانه، يعني زي ما قلت لحضرتك ان احنا من عائله بسيطه جدا زي ما قلت لسيادتك. انا ابويا كان راجل زي ما قلت لحضرتك، كان عامل في سكه الحديد، بس شفت فيه حته ان هو ما بيذلش نفسه عشان خاطر مثلا يروح لحد او رغم ظروفه اللي كانت صعبه جدا. كان عزيز النفس، كان عزيز النفس جدا 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 فوق ما تتخيل. جات لي وانا في الغيط في الارض، انا راجل بطلع من شغلي اروح الارض بتاعتي اجي عادي يعني، عايش حياه بسيطه جدا يعني. انما انا فلاح برضه، ما انا فلاحين كلنا يعني، احنا فلاحين كلنا كلنا منيويه يعني. فبقول لوالدي طب يا ابويا انت انا من ضمن المرات يا ابويا طب ما احنا مش لاقيين، طيب ما احنا ممكن نقعد يعني ممكن نقعد بالليل من غير عشاء. طب انت قال يا ابني ربنا بيحافظ علينا، رغم ان هو مش متعلم، هو راجل عامل في السكه الحديد كان شايل فلانكات حديد، واحنا ربنا بيستر علينا وربنا بيدينا صحتنا وربنا بيستر علينا عشان خاطر الناس دي. فده بامانه يعني اعطاني درس في حياتي مش هنساه يعني بامانه. وبعد ما توفى لقيت في واحد جاي لي بيبكي يقول ابوك توفى، ده كان بيديني كذا وما كنتش اعرف يعني بامانه يعني حد جالك بيكلمك عن الخير بامانه انا ما كنتش اعرف ان هو بيعمل كده مع الناس دي. لدرجه احنا كنا بنديله، انا لما كنت مسافر بقى وربنا اداني يعني الحمد لله خدمه كويسه واشتغلت بره، فابتدت فلوس تبقى كويسه معايا، اجي مثلا ادي له كده الفلوس دي وبتاع. هو كان عنده مرض، كان عنده بسبب كان هو تصف الحرب، فحصل ضيق في شرايين المخ، فكان بيجيله حاله تشنج، ولما كبر جو يعني كانت في حاله نسيان توهاني ينسى صدقني. فلما كنا نقعد معاه طب يا ابويا انت الفلوس اللي حطيتها حاطها فين؟ ويقول يا ابني انا مش عارف. هو كان يعني فوجئت بعد كده ان الفلوس دي ما كانتش بتضيع زي ما احنا كنا متخيلين، ان احنا الفلوس دي مثلا كان بياخدها بيضيعها، بيضيع منه حد بياخدها منه مثلا بيغمى عليه مثلا او يتلجع في الارض ممكن حد يسحبها منه، لا ما كانش كل ده. كان بياخد الفلوس دي كان بيديها للناس دي بامانه، ده اللي عرفته بالصدفه. صدق ما كانش بيقول امام الله، ما كان بيقول. عايز اقول لك انا كنت بحكي لهم يعني زمان عن شغلي وانا سواق تاكس، وشغلي وانا شغال ببيع في محل، وفعلا الحاجات دي بتبقى فخر. بس انا حاسس حاجه قبل ما رغم اني قطعتك يعني، لا اتفضل، ان كل الخير بتاع جده بتاع ابوه مش انا ما لا طبعا صدقني بامانه انا بيتعوض فيه هو وهو اللي بيجني يعني. انتوا زرعتوا وهو اللي بيجني لا صدقني بامانه اللي بيدي بامانه، ودي عن ثقه، مش بقول كده انا بوعظ ولا بقول على وجه المياه تجده ولو بارح، ده بامانه يعني. ما انا مش فهو الفضل ما يرجعش لي انا طبعا صدقني، انا ما عملتش حاجه فيها يعني فضل. هو والدي كان يعني يعز ان انا من دول اخواتي جدا، وكان دايما يعني يشوفني كان بيبقى مبسوط ان انا موجود يعني. حتى بتروح مع الغيط اروح معاه هنا، لما اجي من السفر مثلا يقول طب انت جاي تعبان، اقول لا انا احب اجي الارض واحب اشتغل معاكم. فالحمد لله مش ربنا يعني ربنا فهو الفضل مش ليا يعني. نتاج الخير الحلو بتاعكم كيرو، ازاي اتعاملت معاه في الثانويه العامه، في سنه بالنسبه له وبالنسبه لكم مصيريه؟ هو تاني ثانويه عامه، انا كنت بدي اخته، فيعني انتوا كنتوا اتدربتوا على الثانويه العامه يعني. طبعا. لكن كرولوس اتعاملتوا معاه ازاي؟ لان الاولاد في الثانويه العامه بيبقوا مشدودين. بص انا والدتي كان يحب يروح يلعب كوره يوم او يومين في الاسبوع بامانه يعني. جت والدتي في مره زعلانه، جت بالليل قلت له يعني ينفع تسيب ابنك في ثانوي عام ويروح يلعب كوره؟ واخواله ونفس القصه. قلت لهم يا جماعه انا واثق فيه،
سيبوه براحته وهو عارف الله مصلحته. عليك. صدقني الله بامانه. عليك. فانا يعني انا هم كلمتين مختصرين ان الاب او الام بامانه دي نصيحه يعني ومن قلبي فعلا ما يعملوش ضغط على ابنهم في البيت، يعني سيبوه هم طالما هم شايفينه مش ماشي غلط. وانت بره كان بيقول الكلام ده يعني، وانت بره كان بيقول كده. انا ما اعرفش بامانه هو قال ليه لا يعني. لا قال كده قال كده صدق. فبامانه يعني يعني انا شايفه طالما انا شفته ان هو كويس ما بيمشيش ماشي مش كويس. انا عارف مين اصحابه اللي بيطلع يلعب معاهم كوره، عرفتهم طبعا، عارف مين هم، فانا كنت مطمن. فعشان كده النقطه دي انا بقول يعني يا ريت كل اب وام ما يضغطوش على ابنهم، يعني هو كفايه الضغط اللي هو فيه من يعني من طبعا من كتر اللي شافه من زمايله والناس اللي بتحكي على ثانوي عام سنه مخيفه وسنه مش عارف ايه. لا انا قلت له انت اتعب واعمل اللي عليك وسيب بقى على ربنا، هو ربنا طبعا هيديك تعبك. هو ربنا اداله تعبه الحمد لله. بصلواتك وبتعبك معاه ومجهود السنين بالنسبه لك. صدقني اعتقد انك نسيت كل لا التعب نسيت ده بامانه يعني قصاد الفرحه الحلوه. طبعا ده اكيد صدقني يا دكتور. يعني احنا فخورين الله بحضراتكم، يخليك يا دكتور. فخورين ان انا قعدت معاكم، تشكر. اتعلمت كتير من حضرتك في القعده اللي لا، بره العفو، والقعده لا، دي مش كده، كمان لا. اتعلمت كتير قوي. كرولوس نموذج حلو. انا على المستوى الشخصي مش هنسى في يوم من الايام كان عندي طالب بالادب ده والاحترام ده والطيبه دي والقلب ده كمان. يعني عايز اقول لك كرولوس ممكن يكون دلوقتي مقفل 3 مواد، مادتين نقدر نقول يتقفلوا لسه قايل له، يعني فرنساوي يتقفل، جيولوجيا تتقفل، لكن مقفل فيزياء 60 من 60. يعني ربنا يحميه ربنا يحميه. في خشب نمسكه كلنا. يعني انا بعت لي لما نزلت 60 من 60 كرولوس بعت لي عدد كبير من الطلبه جايبين 60، بس طبعا هو تفرد بايه بقى 60 واوائل الجمهوريه. نشكر ربنا. فكان يستاهل حاجه على قد ما انا اقدر اجيبها له، وانا الهديه اللي اجيبها له دي اسمح لي في وجودك حضرتك اللي تقدمها له بالنيابه عني كمان. لا ما ينفعش. لا ازاي يعني؟ صدقني لا. الهديه دي غرضها حاجه واحده، ان احنا نقول له كل تعبك مقدر، ونقول له انت نموذج حلو. بما اننا اديناك الهديه دي احنا عايزين كل الدفعه اللي بعده تتميز وتتفوق. ولما هو كرولوس يعني يتكرم كده، وهو يتكرم من كل حته، من الوزير بقى ومن الدوله ومن المدرسين، لما يتكرم احنا عارفين ده هيثير بقى الغيره بقى والغيره الحلوه يعني. اكيد طبعا أكيد. في الدفعه اللي بعده ان شاء الله يكونوا امتداد لكيرو. يلا بينا نروح نشوف الهديه.